بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله الهادي. في البداية أشكر حضوركم الكريم ويا ضيوفنا الأكارم جمعية الضباط المتقاعدين، حضورنا الأعزاء. يسعدني ويشرفني هذا الحضور الطيب وهذا الجمع الطيب، ويعلم الله عز وجل أننا عندما نتحدث عن أعضاء السلك العسكري فإننا نتحدث عن جزء أصيل من تاريخ هذا الوطن، فأنتم فخر لنا وحبكم فرض عين على كل مواطن كويتي أصيل، لأنه من ليس لديه ماضي ليس لديه حاضر، وأنتم الماضي والحاضر. الماضي بما قدمتموه من تضحيات باسلة في وقت حرج من تاريخ عمر هذا الوطن الذي واجه الكثير والكثير، ولكن تحدى ثم صبر ثم انتصر بجهودكم يا أسود عرين هذا الوطن. والحاضر يعلم الله عز وجل أننا نشعر بالفخر والرفعة والمكانة العالية في وجودكم ما بيننا، في خبراتكم المستمرة لهذا الوطن وفي عطاءاتكم اللامحدودة. فأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم وفور الصحة ودوام العافية، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويتقبلهم في فسيح جناته وعظيم مغفرته. ولا يمكن في أي يوم من الأيام أن نستغنى عنكم أو عن خبراتكم العظيمة التي ترسم لنا مستقبل أفضل. وإذا كانت المهنة تقاس بأهميتها وتكاليفها وحجم عائداتها وسمو أهدافها وغاياتها، فإن المهنة العسكرية من أسمى هذه المهن على هذا الصعيد. فأي التكاليف أعظم من التضحية بالنفس لأجل الوطن؟ وأي العائدات أجمل من جعل الوطن واحة أمن وأمان؟ فكما يحتاج الوطن يد تبنيه، كذلك يحتاج دائما وأبدا يد تحميه، وكلنا أبناء هذا الوطن، والوطن بأبنائه يد تبني ويد تحمي. وحقيقة عندما قمت في الزيارات الأخيرة لجميع ديوانيات دولة الكويت وشيوخ القبائل والعوائل ورموز الأسر، كانت من باب الواسع التي جبل عليها آباءنا الشرفاء وأجدادنا العظماء. ولكني تساءلت في نفسي، هل يمكن أن تتم هذه المبادرة التي يقوم بها وهي نهج أبناء المجتمع الكويتي من دون أن أدعو جزء أصيل من تاريخ هذا الوطن، ألا وهما أعضاء السلك العسكري في جميع مجالاته وانتماءاته، وكذلك إخواننا جمعية الضباط المتقاعدين؟ ولا يمكن أن تنجح هذه المبادرة التي يقوم بها إلا من خلال دعوتكم. ويعلم الله عز وجل أني سعيد في حضوركم، لأني أؤمن أن المواطنة الفعلية تكمن في مشاركة أبناء الوطن مع بعضهم البعض في مختلف مجالاتهم وانتماءاتهم لأجل الوطن ولأجل كذلك المواطن. حفظ الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.